بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير واحسن حال. حبايبي اخواتي وولادي وكل حاجه ليا انتوا، انا بشكركم طبعا جدا على تفاعلكم معايا وعلى كل اللي دخل القناه من جديد، وانتوا على دماغي، واتمنى يا رب اكون عند حسن ظنكم. وبقول لكم من غيركم القناه دي مش هتنفع ولا هتنجح ولا هيبقى لها اي 60 لازمه. انتوا اللي بتدعموني وانتوا اللي بتوصلوني واللي بيشتركوا معايا بيكبروا القناه، وبشكركم وعلى دماغي وعلى دماغي وعلى دماغي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم حبايبي. يلا نخش على الفيديو، بس بردك قبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش اللايك بتاعي، واللي ما اشتركش يشترك، خلي القناه تكبر بيكم يا حبايبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده ان شاء الله هعمل خبيزه اللي ما يعرفهاش، ورقها كده بالمنظر ده، عامله زي الورده كده اهي. ده ورقها كده عامله زي الورده. انا جايبه كميه قليله لان احنا يا نفر يا نفرين اللي بياكل، فانت طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها، لان انا جايبه ربطتين خبيزه عليهم ربطه واحده سلق وعليهم ربطه كزبره، والكزبره برضك هتاخد من هنا كده الورق بتاعها كده، الورق بتاعها بس لغايه هنا. والخبيزه انتوا عارفين بتتعمل كده، او في مش ناس كتير تعرف الخبيزه، لان الخبيزه دي بتظهر فجاه وتختفي فجاه فبتتنسي، انا شخصيا بنساها يعني. ولو انها اكله حلوه قوي، اكله حلوه قوي قوي اهي كده اهو، بس تبص تلاقيها ظهرت فجاه واختفت فجاه، مش اللي هي ليها يعني ميعاد اهو. والسلق اهو كده. وتعمليها على الشوربه اللي تعجبك، شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، المهم ان هي تكون شوربه دسمه وليها طعم كده ومسكره زي كده عسل، وهتلاقي احلى شويه خبيزه. انا النهارده ان شاء الله هعملها على شوربه لحمه. هوضب بقى الخبيزه دي والحاجات دي واقطفها واغسلها ان شاء الله، وهرجع لكم تاني حبايبي. غسلت الخضره اللي هي الخبيزه والكزبره والسلق وبخرطهم اهو. انا بحب اخرط قوي الملوخيه والخبزه والحاجات دي بالمخرطه، بيبقى ليهم شمخه تانية كده وريحه تانية وانت بتخرطي، احسن ما كنت هضربها في الكبه، ليها ريحه كده جميله. الخبزه في الشوربه اهي لازم تتحط، يعني هي غير الملوخيه، يعني لازم تاخد لها غلوه، بعد ما تاخد غلوه احط فيها الرز. دي قطايه كنت سلقاها في الشوربه، شلت منها القشر وعصرتها كده واحطها معاها، بتدي طعم حلو يعني. هحطها بقى على النار تغلي غلوه، وبعد كده احط لها شويه الرز وانا معاكم برضه. اول غلوه هي للخبيزه، اصل دي غير الملوخيه لازم ورقها يستوي. حط بقى دول معلقتين رز كبار، وخلي بالك من الرز لا يلزق، تفضلي تقلبي فيها كده لغايه الرز ما يستوي، يبقى هي استوت اهو. بتغلي اهي، ايدك فيها كده عشان الرز ما يلزقش. حط بقى معلقه سمنه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الاكله دي ليها ذكريات عندي جميله، الله يرحمها حماتي كانت بتعملها لنا، وانا مسمياها اكله من الزمن الجميل، ريحتها وطعمها وكل حاجه تحسوا ان البيت اتملى بركه كده وانا بعملها من ريحتها. شويه بقى كزبره، الكزبره دي انا لسه محمصاها دلوقتي حالا، يعني ايه سخنه كده. الله 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 يا ست ام نادر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عارفين ان الرز استوى، يعني ايه الرز خد سوا خلاص، هي استوت الخبيزه على كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كلوا، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. حبايبي خلص الفيديو بتاعي، جربوا الخبيزه هتعجبكم قوي، طول ما هي موجوده اعملوها ومفيده وحلوه وتفكركم بردك بالزمن الجميل. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وبشكركم على دعمكم، وما تنسونيش بردك في اللايكات وفي الشير وفي الاشتراكات. اشوفكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.